السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معاكم فيديو جديد. صينية بطاطس صينية دجاج مع بطاطس في الفرن، ومعاها طبعا الرز الجميل. أول حاجة عملناها حطينا طبعا الصوصة، البهارات جاهزة زي ما انتم شايفين، كمون وفلفل وكركم، بابريكا حمراء زي ما حضراتكم شايفين. طبعا احنا جهزنا كل حاجة. هنا معانا الكزبرة، الملح، ليمون، حاجات يعني بصراحة تدي طعم للأكل يكون رائع. هنا الملح، لسه ناقص معانا الليمون عشان يطلع الزفارة بتاعت اللحمة. زي ما حضراتكم شايفين هنا شوية مية عشان نخفف الطماطم صوصة عشان ما تعملش حموضة مع الأكل. طبعا بنخفف الصوصة بالمية مع البهارات طبعا جاهزة. نجهز كل حاجة. هنا طبعا الدجاج مجهزينه، أوراق الدجاج على فكرة، مع بطاطس جاهزة، طماطم بصل، مع توم، فصين توم خدناهم وقطعناهم. كده جهزنا كل حاجة، طماطم، البصل، الدجاج، كل حاجة جاهزة على ان هي تتظبط في صينية، الصينية اللي هي تخش الفرن. حضراتكم شايفين بنقلب طبعا البهارات كويس. هنا حطينا البصل اول طبقة، بنحط طبعا الاكل على طبقات، البصل بعدين البطاطس. وزي ما حضراتكم شايفين احنا مكملين معاكم. هنا البطاطس، هنا شوية توم فوق البطاطس بحيث ان هي تدي طعم يكون خرافي بصراحة. هنا الدجاج مقطعينه نصين، كل اللي هو اوراق الدجاج مقطعينها نصين، وشوية بصل من فوق كده عشان تدي التحميرة بتاعة البصل، يكون طعمها روعة، طعمها جميل مع السوسة. فصين توم من فوق. حضراتكم شايفين طبعا الناس بتجهزها يعني ايه، بمذاق. هنا طماطم صوصة طبعا بتغرق اللحمة الدجاج، بتغرقها كويس بحيث ان هي تاخد الطعم. حضراتكم شايفين كل الطماطم صوصة اللي احنا جهزناها هنحطها طبعا على صينية الفراخ ديت في الفرن، بحيث ان احنا يكون متوزعة البطاطس اللي هو التتبيلة او الصوصة تكون مطبوخة طبخة كده بحرفية كده. هنحط الطماطم كلها بنوزعها الأول على الدجاج بحيث إن الدجاج يكون متغطي كويس بالصوصة. كده خلصنا، حطينا كل الصوصة معانا، وهنبدأ بقى نجهز الفرن على درجة حرارة 180. هنا طبعا زائد مع صينية البطاطس احنا بنطبخ الرز. هنا بنسلق المية. طبعا الطريقة ديت هي الطريقة الأفغانية، طريقة أفغانستان وإيران. هنا بنجهز الفرن عشان خاطر ندخل صينية الفرن. كده احنا حطينا المية تغلي للرز. احنا بنسلق الرز عادي، مش زي عندنا في مصر. يعني احنا في مصر بنحط الرز والمية مع بعض وينطبخوا مع بعض. كده حطينا صينية البطاطس في الفرن، وبنقفل عليها تقريبا ساعة ونص، ساعتين، بتكون بإذن الله جاهزة. والمية طبعا فوق بتاعت الرز بتغلي. هننزل دلوقتي معاكم الرز. احنا معاكم خطوة بخطوة بحيث ان انتوا كمان تجربوا الأكلة ديت ان شاء الله تعجبكم. احنا بصينا على الصوصة بحيث نشوف ان هي الصوصة بتاعتها كتير قليل، محتاجة زيادة شوية، محتاجة شوية مية. طبعا احنا محطيناش زيت خالص. هنا زي الزبيب دوت اللي هو بنعمله بالزعفران. هنا طبخنا الرز، وهنا معانا حطينا الرز، حطينا عليه الزعفران الأصفر دوت اسمه زعفران، بدي طعم روعة للأكل. هنا شوية زيت. هم عندهم طريقة في الطبخ حاجة روعة بصراحة.
وهنا في هنا الرز خلص معاكم اهوت، وادي الدجاج كمان حطيناها لكم على الصينية. اتفرجوا على المنظر الرائع، التسبيكة بتاعت الطماطم مع الدجاج مع البصل مع البطاطس، حاجة ما شاء الله. هنا حاطين زعفران زي الزبيب، طعم ولا أروع. أتمنى إن شاء الله تجربوها عندكم في البيت، وإن شاء الله بتعجبكم في رعاية الله وأمنه.